السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل فطاير على شكل ساندويتش سهل جدا وسريع، وحقيقي مش هياخد اي وقت. هنبدأ بالعجينة. انا كان عندي هنا حوالي نص كيلو دقيق، وحطيت حوالي معلقة كبيرة من السكر، حوالي ربع معلقة ملح، والمية على حسب نوع الدقيق. فانا ابتديت ان انا ازود المية واحدة واحدة وانا بعجن لغاية ما العجينة بقت عندي بتلزق شوية، بس يعني مش بتلزق قوي لان هي لسه هتتفرد. فان العجينة اول ما العجينة بتبقى عندي لينة وطرية خلاص بوقف كده المية، وافضل بس اعجن فيه حوالي 5 دقايق ويبقى كده العجينة عندي جاهزة. رشيت في ايدي رشة زيت عشان اعرف ان انا امسك العجين، واقسم عندي العجينة واسيبها تريح. انا قسمتها حوالي 9 قطع، كل قطعة حوالي 100 جرام. هسيبها تريح حوالي نص ساعة وابدأ ان انا افرد. ولو ممكن لو انتي مستعجلة ممكن اول ما تخلصي تقسيمة تبدأي باول واحدة انتي قسمتيها، بس الاحسن ان انتي تستني عليها تريح شوية. هبدأ ان انا اعمل الحشوة. كان عندي لحمة متبقية من اللحمة بتاعة العجين باللحم، التتبيلة بتاعتها حلوة قوي. قلت ان هي في الحشوة بتاعة الفطير دي هتكون كويسة. سويتها وزودت عليها مشروم بس، وهبدأ افرد العجين. بجهز عندي زبدة على سمنة على زيت سايحين، وببدأ ان انا بدهن السطح اللي انا هفرد عليه وادهن العجينة نفسها. العجينة شايفين هي بجد يعني بتمط بسرعة جدا وبتثبت. اهم حاجة ان هي اول لما انا بفردها ما ترجعش تاني، لو رجعت تاني لمكانها فده كده ان هي عايزة تريح شوية. انا هفردها وحتى لو اتقطعت عادي مش هيحصل حاجة ان هي تتقطع، برضو بنكمل فرد. المهم ان هي تتفرد كلها، وبعد كده هبدأ ان انا ادهنها كلها تاني بالسمنة والزيت والزبدة السايحين دول، وهبدأ ان احنا هنطبقهم زي الظرف كده زي الفيديو، من كل اتجاه هنطبقه هي مرة واحدة بس. وهجيب سكينة ونفتح فتحة زي الفيديو بالظبط كده، وهبدأ ان انا احط الحشو وجبنة موتزاريلا على الفطير. هبدأ ان انا احط الحشو اهو كده، وهحط كمان جبنة موتزاريلا على الجنب التاني، وهقفل عليهم وهرص في الصينية. بجد سهلة جدا وطعمها يعني فظيع طبعا. وفكرة حلوة ان هي يعني ممكن تتاخد حتى في اللانش بوكس او حاجة. هبدأ ان انا ارصهم في الصينية كلهم، هخلص الكمية كلها وارصها في الصينية، وهدخلها فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة. وما ننساش ان احنا ندهن الوش برضو بالسمنة. هنسيبها حوالي ربع ساعة وجهزت. شايفين هي بجد حلوة ازاي وطعمها فظيع وما بتاخدش اي وقت. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.